السلام عليكم. واش عمرك تسألتي علاش كنلقاو الديجانكتور 32 امبير 20 16 10 امبير؟ واش نقدر نختار اي واحد منهم وصافي نخدم به؟ الجواب هو لا، حيت الاختيار ديال الديجانكتور خص يكون على حساب الكابلي، على حساب الحموله، الطبيعه ديال الانستالاسيون، الطاره. وان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشرح لكم بطريقه بسيطه كيفاش نختاروا الديجانكتور المناسب. اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هو الدور ديال الديجانكتور. الديجانكتور هو واحد الجهاز ديال الحمايه، والدور ديالو هو يقطع التيار ملي كتوقعش يصير شارج يكون سيركوي كيحس بشي حاجه ماشي هي ديك في الانستالاسيون خصو يقطع. يعني ماشي غير باش نشعلو ونطفيو الضو، طيح الكره رجع الكره، هو موجود باش يحمي الكابلي والدار الكهربائيه من داك التيار اللي كيكون زائد. الديجانكتور ملي كنشوفوه كنلقاو مكتوبه فيه واحد سي 16 مثلا، سي 20، سي 32. شنو كتعني داك الرقم 16؟ ماشي مجرد غير رقم، هذاك كيعني 16 امبير، يعني شده ديال التيار ديال الديجانكتور. اما الحرف الصي فهو كيعطيك لاكورب دو ديكلونشمون ديال الديجانكتور، يعني سي 16 ماشي غير 16 امبير، ولكن الكورب سي زائد الكاليبر زائد 16 امبير. والنقطه اللي مهمه بزاف، ما نقدروش نقولوا راه عندي شي جهاز قوي مثلا في الدار كياكل الضو خصني ندير ليه شي ديجانكتور كبير ولا نطلع من الكاليبر ديال لومبيراج. خاصنا نشوفوا على النوع ديال الكابل واش قادر يتحمل داك التيار ولا لا. بمعنى اخر الديجانكتور خصو يحمي الكابلي هو الاول ماشي العكس. لهذا خاصنا نختاروا الحمايه اللي غتكون مرتبطه بالكابلي وفي الطريقه ديال التركيب وفي الحموله ديال الدار. ودابا غادي ندوزو للحموله او لا شارج. كل جهاز كهربائي كيستهلك واحد القدره من الطاقه، والطاقه كتحدد تقريبا شحال ديال الكورون غادي يدوز في الدار. مثلا شي جهاز القدره ديالو واحد 2000 واط وخدام 230 فولت، غادي نحسبوا التيار تقريبا ديالو بهذه الطريقه. كنشدو ديك التوتر اللي هي لا طونسيون كنقسموها على القوه اللي هي لا بويسونس، كتعطينا التيار شحال كيساوي. يعني 2000 اللي قسمتيها على 230 راه كتساوي تقريبا واحد 8.7 امبير. ولكن الحساب بوحدو راه ما كافيش، خصنا نشوفو حتى الكابلي والطبيعه ديال الانستالاسيون. غادي ناخذ واحد المثال بسيط. مثلا عندي دار فيها اجهزه مجموع القدره ديالها تقريبا 2300 واط على 230 فولت، التيار غادي يكون تقريبا 10 امبير. ماشي مباشره غادي نقولوا نديرو ديجانكتور ديال 16 امبير ولا ديال 10 امبير. خصنا نتحققوا اولا من لا سيكسيون ديال الكابل اللي كاينه وسط الدار، ومن الطريقه ديال التركيب ديالها، ومن القواعد المطبقه على الدار. اذا الاختيار صحيح كيكون النتيجه ديال الحساب زائد النوعيه ديال الكابل والنوع ديال الحموله. دابا غادي نمشيو لي كورب بي، كورب سي و دي. الكورب كتحدد كيفاش الديجانكتور كيتفاعل مع تيار الاقلاع لو كورون دابيل. مثلا عندنا كورب بي كتستعمل غالبا مع الاحمال اللي عندها كورون دابيل ضعيف بحال الاناره والاحمال المقاومه. الكورب سي هي الاكثر استعمالا في عدد كبير من التركيبات، خصوصا مع الاحمال اللي عندها لي كورون دابيل متوسط بحال بعض المحركات والاجهزه، وهي اللي غالبا كنلقاوها في المنازل وفي الديور. اما الكورب دي فهي مخصصه للاحمال اللي عندها كورون دابيل قوي بحال بعض المحركات الكبيره، المحولات والضواغط. اذا ماشي كنختاروا بي ولا سي ولا دي عشوائيا، الاختيار كيتحدد على حسب طبيعه الحمل ومتطلبات الدار. دابا غادي نشوفوا بعض الاخطاء اللي خصنا نتفاداوها. اول خطا هو ملي كيطيح الديجانكتور كنبدلو مباشره بواحد كبر بلا ما نعرفوا السبب. كاينين شي ناس الله يهديهم كيديروا باش يسلكوها وقادر ما عارفينش الخطا، وهذا الشيء ممكن يكون خطير حيت المشكل يقدر يكون في السيرشارج ولا الكوسيركو. الخطا الثاني اننا كنختاروا الديجانكتور غير على حسب الاجهزه، كنساو الكابل لا سيكسيون اللي فيه. الخطا الثالث اننا كنستعملوا نفس الحمايه لجميع الدوائر بلا ما نشوفوا طبيعه كل دار والحموله ديالها. القاعده البسيطه كل دار خاصها حمايه مناسبه لها. من هذا الفيديو خاصنا نعرفوا بلي الديجانكتور ما كنختاروش غير على حسب الرقم اللي كيكون مكتوب عليه وصافي. خصنا نراعيو التيار، نراعيو الكابل، نراعيو الحموله والطبيعه ديال الدار حتى هي. والكورب بي والسي ودي كتختلف على حسب طبيعه الحمل والكورون دابيل كيف قلنا في الاول ديال الفيديو. والحاجه اللي مهمه الديجانكتور خصو يحمي الكابل والدار بطريقه صحيحه. الا كان عندك شك في الاختيار ديال الحمايه وفي التجهيزات ديال التركيب، افضل ترجع للقواعد التقنيه ولا تستشير مع شي كهربائي اللي كيكون مؤهل. وإلا وصلتوا معنا حتى لهنايا ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الشرح، وديروا لنا لايك. وإلا عندك شي سؤال على الكهرباء خلي لينا في التعليقات. ما تنساش تشارك في القناه باش يوصلك محتوى تقني وبسيط على الكهرباء. شكرا على المشاهده، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم برعايه الله.